وعشان كده هتلاقي ان بي ام دبليو ام 1 دي تصميمها مختلف عن الباقي كله، اللي شبه لامبورجيني جدا، خطوط حاده بقى وكبوت نازل كده اهو. بس هنا حصل تويست بقى. الفيديو ده سبونسرد باي بي ام دبليو ستيشن، لو انت بيمر مكانك هنا. بي ام حدوته بي ام دبليو. صديقي الخلوده صديقتي الخلوده، النهارده هنتكلم على تاريخ الام باور، ودي حلقه جديده من سلسله بي ام حدوته. في سنه 1972 بي ام دبليو قررت انها مش هتتفرج وبس، قالت لك النهارده احنا لازم نلعب مع الكبار. كان ساعتها في سباقات، واحد اسمه جروب 4 وجروب 5 كلهم تحت مظله اسمها اف اي اي، ودي وقتها كانت من اخطر السباقات بتاعت الجي تي. بعد كده كان في سؤال مهم جدا، مين يقود هذا المشروع؟ مين من موظفين بي ام المحترمين يخلينا نكسب السباقات دي؟ وهنا اختاروا راجل جميل جدا اسمه يوخن نيرباش. الراجل ده كان جاي سخن، كان لسه مكسب فورد بطوله جميله جدا في الشامبيونشيب. بي ام قالت لك بس هو ده احنا عايزين يوخن نيرباش ده، ان هو يقود مشروع بي ام دبليو ام 1. دي اول عربيه ام باور في التاريخ. العربيه دي كانت مختلفه عن اي عربيه بي ام دبليو قبل كده، ونيرباش بقى حط بصمته، قال لك بقول لك ايه، احنا هنتعاون مع لامبورجيني. وعشان كده هتلاقي ان بي ام دبليو ام 1 دي تصميمها مختلف عن الباقي كله، اللي شبه لامبورجيني جدا، خطوط حاده بقى وكبوت نازل كده اهو. بس هنا حصل تويست بقى، لامبورجيني جت في النص واتسحبت، قال لك بقول لك ايه، انا مش مكمله، تكاليف عاليه عليا قوي. وبي ام دبليو حرفيا اتحطت في موقف لا تحسد عليه اطلاقا. اي نعم لامبورجيني كانت على وشك الافلاس، بس احنا عندنا مشروع، عندنا ام 1 وعندنا سباقات ونير باش جه. بس بي ام دبليو ما انسحبتش، بي ام دبليو كملت وطلعوا القلب النابض الحقيقي لاول مره لبي ام دبليو ام 1، وهو الموتور الام 88 اللي في سنه 1972 كان 3500 سي سي، 6 سلندر، بيطلع 277 هورس باور. تقول لك خلود عادي، ده شنجان دلوقتي بيطلع 277 هورس باور. مع احترامي لشنجان، انا بتكلم سنه 1972 277 حصان، ده رقم 330 نيوتن متر. والاول مره بي ام دبليو تحط موتور وسطي، تحطه هنا اهو، ما حطيتوش قدام. وبعد ما الموتور خلص في نسخ من السباقات عملوا عليه تعديلات، وصلوا له 800 حصان سنه 72. ازاي ما اعرفش. بس صديقي الخلود وصديقتي الخلوده، كعاده اي قصه جميله ما بتنتهيش انها تبقى جميله، حصل مقلب في النص. اداره السباقات قالت لبي ام دبليو والله احنا من النهارده عايزين العربيه تكون انتاجيه، العربيه دي لازم تكون اتصنعت على الاقل 400 مره. وهم طبعا مصنعين نسخه بالعافيه اصلا، بقول لك لامبورجيني انسحبت. بس الناس دي عباقره والله العظيم، عملوا حاجه جامده جدا. بي ام دبليو قال لك احنا مش هندخل السباق بتاعكم وهنعمل السباق بتاعنا، وجابوا كل الاساطير بقى السواقين الكبار وخلوهم يسوقوا نفس العربيه، واللي يلف الحلبه اسرع هو اللي يكسب. وعملوا السباق بتاعهم هم، عربيه اللي ساقها كل اساطير السواقه ساعتها، دخلت كمان سباقات بعدها كتير. ومن هنا اتولدت بي ام دبليو ام 1، اول اسطوره للام باور اللي عايش معانا لحد دلوقتي. دي كانت اثبات وجود بدايه اسطوره جديده، وهي بي ام دبليو ام سبورت. والحلقه الجايه هنكمل مع ام سبورت كذا حلقه شويه، ودي كانت حلقه من سلسله بي ام دبليو حدوته. لو اتبسطت بيها اعمل فولو خلود، وقول لي محتاج نتكلم على انه جزء في تاريخ بي ام دبليو الفتره الجايه.